السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة كده بإذن الله هنبدأ مع بعض وهنشوف هنعمل ايه النهاردة. بس قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يا ريت تدوسوا لي لايك وشير وتفعلوا الجرس. النهاردة كده ان شاء الله دي حبة منتجات انا هعرفكم عليها. منتجات رخيصة في السوق، مش غالية، وفي نفس الوقت صراحة منتجات تحفة. منتجات صراحة، يعني أنا كنت فاتحة كوافير قبل كده بفترة، ومن ساعة ما قفلت وكده كل المنتجات اللي في السوق بتبدل كل يوم والتاني بين منتج واللي بعده، ومانيش عارفة أنهي منتج اللي أنا أستقر عليه ولا إنه يبقى كويس معايا. أنا جبت لكم حبة منتجات، دي كانت تجربة شخصية ليا، أقسم بالله ما دي إعلانات ولا أي حاجة، بس فعلا كل واحد ياخد حقه. منتجات كويسة، منتجات رخيصة، سعرها مش غالي، وفي نفس الوقت يعني احنا بنشوفها برا، بنشوف حاجات زيها وبأسعار خيالية. تعالوا كده هنشوف الأول، هنبدأ وهوريكم ايه. أول حاجة، شايفين السلسلة القمر دي 3 في بعض. حاجات دي رخيصة جدا، مش غالية، في نفس الوقت قيمة برضو، رقيقة حلوة. طبعا انا هقول لكم سعرها، لان انا مش جايه ان انا يعني اتكلم في حاجه او اتاجر فيها او ابيعها. السلسله القمر دي اللي انتوا شايفينها دي ب15 جنيه. مقاسها كبير وحلوه وثلاث ادوار في بعض وجميله. تعالوا بقى نشوف اللي بعد كده. دي برضو سلسله تانية زي ما انتوا شايفين كده. برضو دي ب15 جنيه. اقسم بالله عندي واحده منهم جوه ب15 برضو. لو قلت لكم ليها سنتين مش هتصدقوا. ثانيه هجيبها واوريها لكم اهي. والله ليها سنه وزياده كمان زي ما هي. فالسوق فيه حاجات كتيره جدا جدا قيمه. بس ايه، مع تجاربك في الحاجات هتعرفي ايه الغالي وايه الرخيص. تعالوا بقى نروح لتاني حاجه. ده كريم بيبي. ده كريم طبي خافي العيوب، مقاوم للميه. لو انتوا شايفين ليه 8 فوائد بتاعته. كريم ده جميل جدا جدا جدا. في منه انواع كتير، بس ده تقريبا هيليق على اي بشرة. لو قلت لكم انا جربت كذا نوع بس مرتحتش على انواع كتير فيهم. هوريكم الكريم وتحكموا بنفسكم. صراحة جميل جدا جدا جدا. بصوا، ماشي على كذا بشرة، مش بيبان ان هو مجير ولا اي حاجة. كريم جميل جدا 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 الصراحة، ومش بيبان ان هو مجير زي ما انتوا واخدين بالكم كده. ده يغني عن اي بودرة او اي بودريرة او اي كريم اساس. بصوا لو واخدين بالكم الفرق، ولا باين ان هو مجير ولا اي حاجة. الكريم ده جميل جدا جدا جدا، يا ريت تجربوه، وهحط لكم برضو صورته. تعالوا بقى لحاجة تانية. الايلاينر ده، ازازة الصغنونة دي جميلة جدا 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 جدا. لو قلت لكم ان انا بحطها في عيني كمان من جوه وثابته، ولو نزلت منها نقطه ولا حاجه على عيني ما بتحرقنيش، بعرف اتخلص منها بكل سهوله. صراحه
جميل جدا جدا جدا. انا جربت كذا نوع قبل كده، مرتحتش الا للنوع ده. جميل وحلو وثابت، ولا بيهبب ولا اي حاجة. اهم حاجة تكون نوعية بلاستيك ونظيفة وكويسة زي ما انتم شايفين كده. المنتجات دي يا جماعة اللي انا بكلمكم عنها رخيصة في السعر وحلوة. تعالوا بقى نتكلم عن مزيل العرق ده. جميل جدا جدا جدا. الازازة بتاعته ب15 جنيه. ريحتها تحفة بالخيار، فعلا كويسة وجميلة، وانا جربتها ومقتنعة بيها جدا جدا جدا. ده قلم روج خشب، ده جميل، ينفع معاكي للشفايف وينفع كمان للخدود. حاجة جميلة جدا. اسعارهم صراحة خيالية والوانهم تحفة، بس مش عارفة هو اللون مش بيبقى واضح قوي في الكاميرا عن اللون الاساسي بتاعه. ده برضو القلم ب10 جنيه. حاجات جميلة جدا جدا جدا. تعالوا بقى لآخر حاجة والبقى نكلمكم عنه مرة تانية. كريم ده بلو واكس، ده جميل جدا جدا جدا. اللي عندها بنتها شعرها هايش، شعرها مش بينام، بيقوم كده وشكله بقى وحش. ده جميل جدا 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 للشعر. بينيم الشعر ويطر الشعرايه بعد ما تستخدمي حمام الكريم والشامبو. ده جميل جدا جدا. اتمنى تكون حلقة النهاردة افادتكم ولو بحاجة بسيطة. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، ويا رب تنال اعجابكم يا رب. اتمنى منكم تجربوه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.